تخيل أن تمشي في شوارع مدينة عظيمة، مبانيها ما زالت قائمة ومعابدها شامخة ونقوشها واضحة، لكن لا تسمع صوتا واحدا، لا بشر ولا حياة ولا حتى أثرا للهروب، كأن الزمن ضغط على زر الإيقاف ثم غادر. هذه ليست قصة خيال علمي ولا مشهدا من فيلم سينمائي، هذه الحقيقة التي حاول التاريخ أن يختصرها أو يتجاوزها. اليوم سنفتح أخطر ملفات الحضارة البشرية، حضارات وصلت إلى ذروة القوة ثم اختفت فجأة. قوم عاد، الحضارة التي تحدت السماء. في عمق الصحراء العربية تحدثت النصوص القديمة عن أمة لم يخلق مثلها في البلاد. إنهم قوم عاد، لم يكونوا مجرد قبيلة بل حضارة كاملة. مدن ضخمة وأعمدة شاهقة وقوة جسدية جعلتهم يظنون أنهم فوق الجميع. كانوا يقولون بثقة: من أشد منا قوة؟ لكن السؤال الحقيقي كان: من يوقف القوة حين تفقد أخلاقها؟ حين طغى الظلم وحين أصبح الغرور أسلوب حياة، جاء التحذير، لكنهم سخروا. ثم حدث ما لم يتخيلوه: رياح عاتية ليست كأي رياح، اقتلعت بها الأجساد وقلبت بها المدن حتى أصبح القوي ضعيفا لا وزن له. 7 ليال و8 أيام كانت كافية لمحو حضارة كاملة. ثمود، حين لا تنفع الهندسة. بعد قوم عاد جاءت ثمود، حضارة تعلمت من غيرها وسكنت الجبال ونحتت بيوتها داخل الصخر، ظنا منها أنها أصبحت آمنة إلى الأبد. هندسة مذهلة وتخطيط محكم وموارد وفيرة. لكن المشكلة لم تكن في البيوت بل في القلوب. حين جاءهم التحذير تعاملوا معه باستهزاء وقالوا: لن يصيبنا شيء. ثم جاء الصوت، صيحة واحدة أنهت كل شيء. لم تسقط الجبال ولم تنهدم البيوت، لكن الحياة اختفت. وحتى اليوم تدخل تلك الأماكن فتشعر أن الصمت ليس طبيعيا. المايا، الحضارة التي أربكت العلم. نغادر الشرق إلى قلب الغابات الكثيفة في أمريكا الوسطى. هناك ازدهرت حضارة المايا، تقويم فلكي يحسب الزمن بدقة مذهلة، ومعرفة بالكواكب، ومدن يعيش فيها الملايين، ونظام سياسي وديني معقد. لكن المفاجأة: في ذروة القوة وفي أوج الازدهار بدأت المدن تهجر، بيتا بعد بيت وشارعا بعد شارع. لا معارك موثقة ولا جيوش غازية ولا مقابر جماعية. كأن الناس اختفوا بإراداتهم أو أجبروا على الرحيل بسبب شيء لم نفهمه بعد. هل كان جفافا أو حربا داخلية أو كارثة طبيعية؟ كلها فرضيات ولا جواب حاسم.
موهنجودارو، المدينة التي سبقت عصرها. في وادي السند ظهرت مدينة تسبق زمنها بآلاف السنين. شوارع مستقيمة وصرف صحي متقدم ومنازل منظمة ونظام حياة لم تعرفه أوروبا إلا في العصر الحديث. اسمها موهنجودارو، لكن عند التنقيب ظهرت الأسئلة: هياكل عظمية في أماكنها، وآثار حرارة شديدة، وتوقف مفاجئ للحياة. لا علامات حرب ولا انهيار تدريجي. شيء ما حدث وانتهى كل شيء. ليست هذه الحالات الوحيدة. هناك مدن دفنت تحت الرمال، وحضارات ذابت في البحر، لم يبقى منها إلا اسم في نقش مكسور. والمثير للرعب أن النمط واحد: قوة وغرور وتحذير ثم اختفاء. السنن التي لا تتغير. التاريخ لا يعيد نفسه صدفة. هناك قوانين تحكم صعود الحضارات وسقوطها: الظلم والطغيان ونسيان القيم والثقة المفرطة بالقوة. كلها كانت القاسم المشترك بين الحضارات التي اختفت. وفي الخاتمة، المدن قد تدفن والحضارات قد تنسى، لكن الرسالة تبقى واضحة. لا شيء خالد إلا القوانين. السؤال ليس ماذا حدث لهم، السؤال الحقيقي هو: هل نتعلم أم سنضاف يوما إلى قائمة الحضارات التي اختفت فجأة وكأنها لم تكن؟